في بلد الشمس فيها كانت ساعة والليل فيها كان كتاب. ناسها يكتبوا أساميهم على الحيطان مش عشان يسيبوا ذكرى، لكن عشان يعيشوا للأبد. وفي كلمة لو اتشالت من حياتهم الدنيا كلها كانت هتقف. كلمة صغيرة بس شايلة حضارة كاملة. يا ترى ايه هي الكلمة؟ ويا ترى ازاي حضارة من آلاف السنين لسه بنسمع صوتها لحد النهاردة؟ تعالوا نفتح أول صفحة، لأن هنا في صف حضارة، لكل صف أثر، ولكل حضارة قصة. من آلاف السنين كان في حضارة كاملة عايشة على ضفاف النيل. حضارة سابت آثار، نقوش، تماثيل، بس محدش كان قادر يسمع صوت الناس اللي عاشوا فيها، لحد ما حصلت اللحظة اللي غيرت التاريخ كله. سنة 1799 وأثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر، تم اكتشاف حجر أسود غريب في منطقة رشيد في محافظة البحيرة. والحجر ده كان مكتوب عليه 3 لغات، وهي اللغة الهيروغليفية، اللغة الديمقراطية، واللغة اليونانية. والحجر اللي اتسمى بعد كده بحجر رشيد، واللي بسببه رجعت حضارة كاملة تتكلم بعد ما كانت ساكتة آلاف السنين. ومن بعدها بدأت فرنسا تبعت علمائها وتنشر موسوعة ضخمة اسمها وصف مصر، الكتاب اللي جمعت فيه كل حاجة عن الطبيعة، الناس، الآثار، النقوش، الحياة، والبلد بكل تفاصيلها. وبعد سنين طويلة من المحاولات جه العالم العبقري جان شامبليون سنة 1822 ونجح بفتح باب اللغة المصرية القديمة، واللي فتح معاه باب جديد لفهم حياة أجدادنا بكل عمقها وتعقيدها. مش صور على الجدران، لكن كلام، يوميات، شكاوي، أغاني حب، عقود بيع، تعليم، دين، حياة كاملة. وكل ده كان واضح لما البعثات اكتشفت القرية اللي مفيش زيها، وهي قرية دير المدينة، المكان اللي ساب لينا أرشيف حي عن حياة الناس العادية. قبل ما ندخل في تفاصيل حياة المصري القديم لازم نقف عند مكان واحد، مكان لو اختفى من التاريخ كنا هنفقد نص معرفتنا عن الناس اللي عاشوا زمان. المكان ده هو دير المدينة، القرية الصغيرة على الضفة الغربية من نهر النيل، جنب وادي الملوك في محافظة الأقصر حاليا، واللي سكن فيها أمهر الحرفيين اللي بنوا مقابر الملوك من الأسرة ال18 لحد ال20. دير المدينة مش مجرد موقع أثري، دير المدينة هو أرشيف حي لحياة ناس حقيقية، مش ملوك ولا نبلاء، ناس بتصحى وتشتغل وتحسب وتتخانق وتشتكي وتربي أولادها. واللي ميز القرية دي مش شكل بيوتها المتلاصق، ولكن الكم الهائل اللي اتساب من نصوص فيها، خطابات بين الأزواج، شكاوي، عقود، حسابات الشغل، يوميات، وصايا، وحتى رسائل حب. كل ده كان مكتوب على قطع فخار، ورق بردي، وجدران المقابر نفسها. وهنا لازم نرجع لواحد من أهم الكتب اللي فتحت لنا باب القرية دي، وهو كتاب Village Life in Ancient Egypt عام 1999 للكاتبة أندري ماكدوغال. الكتاب اللي جمعت وشرحت وترجمت أكتر من 330 نص كامل من القرية دي. فدير المدينة ما كانتش قرية عادية، لا دي حضارة جوه حضارة، ومن غيرها ما كناش هنفهم حياة المصري القديم بالشكل اللي نعرفه دلوقتي. المصري القديم كان عامل المجتمع زي الهرم، هنلاقي فوق في القمة بيجي الملك، كان رمز القوة والسياسة والدين. تحته الكهنة والنبلاء والوزراء، واللي كانوا ماسكين الحكم والإدارة. وبعدهم بيجي الكتاب، وهم قلب الدولة الحقيقي، اللي كانوا ماسكين الحسابات والسجلات والأوامر. بعد كده بيجي أصحاب الحرف، واللي كان حياتهم كلها شغل. وتحتهم الفلاحين، وكانوا الأغلبية أصحاب الأرض اللي اتبنت عليها مصر كلها. وآخر حاجة الخدم والأسرة، اللي حياتهم كانت الأصعب والأقسى. فبنشوف إن المجتمع كان منظم، ولكل طبقة وضع وشكل وحياة مختلف. وده اللي بنشوفه في كتاب Ancient Egypt Anatomy of Civilization للكاتب بيري كامت، واللي شرح فيه التركيبة الاجتماعية بشكل تفصيلي جدا للمجتمع المصري القديم. بيوتهم كانت بسيطة في شكلها، لكنها منظمة وذكية في التقسيم.
معظم البيوت كانت مبنية من الطوب. هتيجوا تسألوني طب ليه كانت مبنية من الطوب مش بالحجر؟ والسبب إن الطوب كان أرخص وأسرع في البناء، وكان بيتكون من الطين والقش. البيت كان متقسم حوش صغير بيدخل منه هواء، أوضة كبيرة للعيلة، أوضة للتخزين، وسلم يوصل للسطح. السطح كان مبني من الخشب وأعواد القصب وطبقة طين فوق، وكان عالم لوحده، واللي كانوا بيستخدموه كتير في النوم عليه في فصل الصيف. اليوم بتاعهم كان بيبدأ بدري جدا مع أول خيط نور من الشمس. ست البيت تصحي الكل، تولع النار بالطوب الجاف أو قش القمح، وتجهز الفطار اللي غالبا بيكون عيش وبلح، ولو الحالة كويسة بيبقى فيه بصل أخضر وبيرة خفيفة تديهم طاقة. الراجل بيروح شغله سواء كان فلاح أو نجار أو عامل أو كاتب، والست تبدأ تشتغل جوه البيت، تنظف البيت، تعجن العيش، تطحن القمح على الرحل. الأطفال كان ليهم دنيا تانية خالص. البنات كانوا بيساعدوا أمهاتهم في البيت، أما بالنسبة للأولاد كانوا بيلعبوا في الشارع بالطين والحجارة ويلفوا حوالين البيت. وفي وسط اليوم الشمس بتبقى حامية أوي، العمال بيستريحوا شوية، ياكلوا لقمة ويرجعوا يكملوا شغلهم لحد ما الشمس بتروح. الليل بالنسبة لهم مش زي النهار، ليه طقوس معينة. يقعدوا كلهم حوالين زيت المصباح، يحكوا حكايات، يشكروا الآلهة على يومهم. وكانوا بيدهنوا جسمهم بزيوت عطرية قبل النوم، خصوصا زيت اللوتس، زيت المر، وشمع العسل، عشان يرطب الجلد وعشان يحميهم من الناموس. وبيوتهم رغم بساطتها كانت عايشة بروح، كل ركن ليه وظيفة وكل حاجة متحضرة بترتيب، وكأن البيت كان جزء من شخصيته، عملي بسيط ومليان حياة. واحنا بنتحرك جوه حياتهم هنلاقي ان الاكل والشرب ماشيين مع شغلهم اليوم. اكلهم الاساسي كان العيش، سواء كان من القمح او الشعير. البصل كان رمز مرتبط بالحماية والطاقة. الثوم كانوا بيستخدموه في الاكل والعلاج والوقاية من الامراض. والفول والعدس اللي كانوا مصدر البقوليات الاساسي. والخضروات والفواكه زي التين والبلح. والسمك اللي كان مصدره من النيل اللي كان حاضر في كل طبقة. البيرة كانت مشروب شعبي، كانت زي الشاي عندنا دلوقتي. اللحمة كانت للأغنياء فقط، أو كانت بتبقى موجودة في المناسبات والأعياد. والمصري القديم كان عنده قدرة إن هو يحول أبسط المكونات لأكل مشبع، وده اللي خلى حضارته تقف على رجليها لحد دلوقتي. المصريين كانوا بيميلوا للبس الكتان، وده عشان كان خفيف على الجسم، مناسب للحر، وسهل التنظيف. والكتان جاي من نبات الكتان اللي كانوا بيزرعوه جنب النيل، ولونه دايما فاتح، فكان بيبرد الجسم. عشان كده كل الطبقات لبسوه من الملك لحد الفلاح، بس كان بيفرق في الجودة. النظافة عندهم كانت أهم من اللبس 1000 مرة. فالمصري القديم ما كانش بيمشي يوم واحد من غير ما يحط حاجة على جلده، زيوت أو مراهم مصنوعة من اللوتس والقرفة. والكريمات كانت معمولة من شمع العسل ممزوجة بزيت السمسم، وده عشان يحافظ على جلده من الشمس والحر. كانوا بيستخدموا أدوات التجميل زي الكحل اللي كان معمول من الأسمد أو الملكايت، والروج اللي كان مصنوع من الأكاسيد الحمراء. والعطور كانت مهمة جدا عندهم، وخاصة في الطقوس الدينية، واللي كانوا بيصنعوها من مجموعة من الورود، وخاصة زهرة اللوتس، وكانت عبارة عن رمز لحماية وعلاج وروتين يومي في حياتهم. ونرجع لأساس المجتمع وهو التعليم. الطفل اللي عايز يطلع من طبقته كان لازم يتعلم الكتابة، وهنا بنسمع صوت أهم نص تعليمي في مصر القديمة على مر العصور، وهو تعليم دوخيتي لابنه بيبي. النص اللي بيقوله: يا بني، مهنة الكاتب هي الطريق للراحة والرفعة، أي مهنة غيرها شقاء. وهنا نفهم ليه الكاتب كان من أعلى الطبقات. الكاتب مش واحد بيكتب الكلام وبس، لأ، هو اللي بيدير الضرايب، اللي بيحسب المحصول، اللي بيوثق العقود، اللي بيسجل الملك نفسه، واللي يقدر يغير مصير قرية بقرار، وهو اللي بيكتب الأدب والتاريخ والعلوم والسحر والطب. والطفل اللي بيتعلم الكتابة عمره ما هيعيش حياة فقيرة، وده اللي ذكره الكاتب جيمس آلان في كتابه An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs،
اللي بيشرح فيه دور الكاتب ومكانته في المجتمع المصري القديم. ولما نمشي أكتر في حياتهم هنلاقي الدين داخل في النفس زي الهواء. المصري القديم ما كانش بيصلي لإله واحد، لكنه شايف الكون شبكة كاملة. الشمس هي رع اللي بيطلع كل يوم في موكبه الثواني، الحماية في يد حتحور، العطاء في يد إيزيس، والموت في يد أوزير. وهنا نروح لأعمق جزء وهو محكمة أوزير، اليوم اللي المصري القديم بيستعد ليه طول حياته. بعد الموت بيقف المتوفي قدام 42 قاضي بيقول: لم أسرق، لم أقتل، لم أكذب، لم ألوث الماء، ولم أظلم أحد. واللي كان بيسجل النتيجة هو الإله تحت، وكان بالنسبة لهم إله الكتابة. القلب بيتوزن مقابل ريشة معد، وكانت رمز الحق والعدل. لو القلب خفيف زي الريشة بيكمل رحلته للخلود، أما لو القلب كان تقيل الوحش قامت بياكله وتنتهي روحه. وقامت كان مخلوق مركب من أسد، تمساح، وفرس نهر، وزي ما اتذكر في كتاب الموتى باسم أسرة القلوب أو ملتهمة الموتى. وده كان بالنسبة لهم الموت التاني، مش بس انعدام، لأ، ده محو روح. وعشان اليوم ده اتعمل علم كامل وهو علم التحنيط. ما كانش مجرد لف جثة، لأ، ده كان فن طويل من تنظيف الجسد وإزالة الأحشاء والأعضاء الداخلية ما عدا القلب. بينشفوا الجسم بالنترون ويدهنوه بالزيوت والمرطبات، وبيلفوه بالكتان طبقة طبقة، وبيحطوا بين كل طبقة بعض التعويذ. المصري القديم كان شايف إن الجسد مش مجرد شكل، لكنه بيت الروح اللي محتاجة ترجع له تاني. وده اللي ذكره الكاتب جان أسمن في كتابه Death and Solution in Ancient Egypt، اللي كان أدق كتاب عن مفهوم الموت والمحاكاة والخلود عند المصريين القدماء. المصريين القدماء مسابوش لينا مجرد تماثيل ونقوش، سابوا لينا طريقة تفكير ونظام حياة وحضارة كل ما نفتح باب فيها نلاقي وراها 1000 باب تاني. حضارة قامت على العلم والتنظيم والخيال، وفضلت علامة في تاريخ الإنسان كله. واحنا لسه في أول خطوة، أول سطر في حكاية كبيرة جدا لسه هنكملها مع بعض. فلو حسيت إنك اتنقلت اللحظة هناك أو اكتشفت معلومة جديدة، ادعمني بلايك وسبسكرايب عشان ده أول فيديو ليا، ومن غير دعمكم مش هعرف أكمل الرحلة. استنوني في الحلقة الجاية. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة، لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة.